انت عارف لو واحد قال لك ده مات خلاص، كان هو في غرفه الانعاش ومركبين له المحاليل والحاجات اللي بيحصل خلاص. وبعدين جه الدكتور قال لهم لا فكوا له المحاليل ده ممكن يبقى كويس. وهم بيقولوا اللي مات لقرايبه واجهزه التنفس الصناعي موجوده، ممكن ينزلوا يقول لهم لا خلاص هو مات اكلينيكيا شيلوا الاجهزه. ده بيحصل. لكن هو بقى لما ابتدى يقول مامي بابي الله ده فاق خلاص. طب قدام بقى اهله بقى لا ده ممكن يعيش. فلازم ده قصه كهرباء النهارده، فلازم ندفع له فلوس. تعب وجاب جول وراح. الله يخرب بيتك يا بشاير، الله يخرب بيتك يا بشاير. رحت ماليزيا ماشي. تعالى يا بشاير، تعالى من ماليزيا انقذينا من اللي يعملوا فينا كهرباء يوم السبت ده. مش ناقصه ضحك بقى. ياسر ريان عمره ما هيودي ابنه الزمالك على جثته. وانا باكد لك ان عندي معلومه مؤكده ولا الواد من جوه البيت. اصل هي رغبه. بلاش بقى نتكلم. اصل بص يا كابتن، هي في حاجات رغبة. في حاجات هي رغبه. في حاجات. كابتن سمير طارق فيه مش هحكي خلاص، انا مش هحكي تاني. اعيد الكلام طيب. مره اخرى. في معلومه ايوه اكيده ان يا احمد ياسر ريان عايز يجي الزمالك، بغض النظر عن كلام الكابتن ياسر اللي اتقال امبارح. انا بقول لك ما هو انا بقول لك اقرب من الاقربين ليه يعني. وانا بقول لك من جوه البيت، وانا بقول لك من جوه البيت برضه. ماشي. وانا بقول لك من جوه البيت. ياسر ريان لا اتصل باحمد. لا اصل انت مش واخد بالك في حاجه. مفيش يا كابتن بعد اذنك يا مهيب، بعد اذنك ايه؟ عشان خاطر بلاش نخش والله يا احمد ياسر عشان خاطر ما نعملش مشكله. بعد خلينا بس نتكلم الكلام اللي انا متاكد منه. مصدر الثقه والقوه اللي عندك؟ ممكن يكون هو وكيله. لا هو انا وكيل لاعبين يا كابتن، انا راجل مدرب كوره. لا انا راجل مدرب كوره. اي هري واي ضحك. الواد احمد ريان قالك مش هلعب غير مع الاهلي، واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره.